تحديث اي او اس 26 يا جماعه محبط والله. انا عن نفسي عجبني الشكل وعجبني كل حاجه، الشكل والخلفيه بقى 3 دي والحاجات بصراحه حلوه، والجهه الاتصال اتغيرت وي 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 وي، بس حسيت ان برضه ناقصه حاجات من الفلاج شيب. يعني ايه من الفلاج شيب؟ انا ايفون 13 العادي كمان اللي انا بصور منه دلوقتي بالمناسبه، المميزات بقى بتاع الاي اي كلها نزلت من الايفون 15 برو، حتى مش العادي وفيما فوق طبعا. طب وبالنسبه بقى لوضع الطاقه التكيف، وضع توفير الطاقه التكيفي اللي كانوا بيقولوا عليه، انا دخلت اول حاجه كنت رايح اعملها، ضايقتني الصراحه ان ما لقيتهاش. بالنسبه للمميزات بتاع الاي اي وفي السكرين شوت، مش عارف بيقول لك ان انت تقعد تعمل بحث على اي حاجه انت عايزها، وان انت تعمل ايديت للصوره، وما كانش موجود تعمل ايديت للصور بالاي اي، بس كان السكرين شوت دي كان لازم ميزه جديده ان انت تبحث عن اي حاجه بالسكرين شوت مش موجوده. فحاجه بصراحه احبطتني ان في كذا حاجه نازله للفلاج شيب. ابل كانت ماشيه كده من زمان، بس حسيت ان هي زودتها شويه، مش عارف. ففي ميزه كده، ميزه يتيمه عجبتني جدا. لا في مميزات طبعا كتير عجبتني، بس في ميزه جدا عجبتني انا شخصيا، ممكن ما تعجبكمش وممكن مفيش حد يتكلم عليها اساسا، ان انت وانت بترن على اي حد اول ما يفتح عليك تعمل فايبريشن كده، الهابتك فيدباك. ما حدش يتريق عليا عشان الميزه دي موجوده في الاندرويد من زمان، انا حديث ايفون اصلا، وكانت موجوده، واول ما حولت الايفون اتضايقت ان هي مش موجوده الصراحه. بس الحمد لله نزلت في التحديث، فعشان كده انا فرحت جدا بسبب الميزه دي. لو الميزه دي عجبتك برضه اكتب لي في الكومنتات، واكتب لي ايه المميزات اصلا اللي عجبتك. طبعا الخلفيه 3 دي محدش يختلف عليها يعني، والشكل مجمل كده بصراحه كويس. وبالنسبه للناس اللي عايزه تتحدث يا جماعه، التحديث كويس، بس مشكلته ان هو فيه باجز وتعليقات كده ودي، فلو انت تستحمل الموضوع ده اتكل على الله وحدث. وما تنساش بقى زي كل مره صلي على النبي، وتدعي لاخواتنا بالفرج القريب. سلام.